زياش دار داكشي اللي ما قدر حتى شي واحد من اللعابه الكبار يديرو، تحدى العالم وخرج بخبر مزلزل للسوشيال ميديا، دوا على وحده من اخطر القضايا اللي ممكن تتكلم عليها اليوم وانت مشهور، القضيه اللي ما يقدر يتكلم عليها حتى واحد، قال الحق اللي سكت عليه المسلم وغير المسلم، الحق اللي ما قدر حتى واحد من الحكام العرب يتكلم عليه، القضيه اللي ممكن بسببها يتسالى الكارير ديالو من غدا، حيت المساله كتعلق بناس حاكمين العالم، اشخاص ذوي نفوذ في جميع ارجاء الكره الارضيه، كيسكتوا كلشي، عندهم يد في كلشي، وهما المسؤولين على خراب البلدان وهما المسؤولين على تكميم افواه المسلمين الى يومنا هذا. زياش دوا على قضيه الامه، القضيه اللي نسيناها كاملين. الحاجه الوحيده اللي بغيت منك قبل ما نبداو في التفاصيل ديال هادشي اللي قال زياش هي تبارطاجي هذا الفيديو على الجهد، حيت غالبا غيتقم هذا الفيديو من هذا البلاتفورم وهذا الباج غالبا غيطيح ليها التفاعل، لانه ما كيبغيوش يدوا على هذا الموضوع، هاد الصوت ما بغاوش يوصل للناس، فحاول ما امكن تفاعل مع هذا الفيديو وتبارطاجي على الجهد، هذه اقل حاجه تقدر ديرها باش نوصلوا الصوت ديالنا. زياش البارح خرج في واحد جوج ستوريات وقال واحد الكلام اللي ماشي ساهل تقولو، خاصه الا كنتي مشهور. حط جوج ستوريات، في ستوري الاول حط واحد الفيديو علق عليه، فيديو فيه واحد من جيش الكيان كيدفع واحد الشخص باش يلوحو من فوق السطح، فيديو مرعب، فيديو يدمي القلب. وهنا قال زياش عار على دولة الكيان، عار على هاد الدولة وداك الشيء اللي كدير فيه والعالم كامل ساكت. زياش في ستوري عبر على الغضب ديالو من الظلم اللي كيشوفو، ولكن الخطير هو الستوري الثاني. الستوري الثاني انتقد فيه زياش المغرب وقال بالحرف: ما يحدث في فلسطين من إبادة عار على حكومة بلدي وعلى الدول التي تشجع على ذلك. كفى كفى، ورسالتي لإخوتي وأخواتي في المغرب وفي كل العالم: ارفعوا أصواتكم عاليا، الحرية لفلسطين. كاين اللي اعتبرها التعليق خطير لأنه كيتهم الحكومة بدعم وتشجيع الكيان، وكاين اللي اعتبره حاجة عادية في ظل سكوت الحكومة وكاع الدول العربية على الممارسة ديال الكيان في حق الإخوان في الأراضي المقدسة. هاد الستوري الثاني من بعد حيدو زياش، كاين اللي اعتبرها تسرع منه وتحط في لحظة غضب، وكاين اللي اعتبره ندم حيت غلط في حق بلاده، وكاين اللي مشى لأبعد الحدود وقال أن زياش عمره غيلعب مع المغرب بسبب داك الستوري، حيت انتقد الحكومة بدون دليل على داك الشيء اللي قال، وبالتالي ممكن يتعاقبوا وما يعيطوش ليه للمنتخب، خاصة وأنه لاعب مؤثر ومشهور في المغرب وكل شيء عزيز عليه. وإلا جينا للواقع بالنسبة لداك الشيء اللي قال زياش، راه احتمال كبير أن هادشي يكون عنده أثر سلبي على مسيرته الرياضية، سواء في غلطة سرايا وفي المنتخب، حيت انت كلاعب مؤثر بالنسبة لهم خاص تبقى في الكورة وما تدخلش في السياسة. زياش كان واضح أنه تكلم في لحظة غضب، خرجوا ليه مجموعة من الفيديوهات وتعصب وحط داكشي بلا ما يفكر، ومن بعد تنبه للخطورة ديال الستوري وحيدو. ولكن اللي خاصنا نعرفوا هو أن زياش ماشي هو الشخص الوحيد اللي خاصو يتكلم على هذا الموضوع، راه العالم كامل خاصو يدوي على داك الظلم، وللاسف العالم الان ولا بحال شي غابه، القوي ياكل الضعيف، وهادشي ماشي جديد ولا غريب، راه كان من ديما، كلشي مبني على الظلم. العراق احسن مثال، نهار بغاو يشفروها صنعوا كذبه ديال انهم عندهم اسلحه الدمار الشامل، دخلوا للبلاد وعدموا الرئيس، يتموا بزاف ديال الاطفال، خلاو تما بزاف ديال الارامل، صفوها لبزاف ديال الرجال، وشفروا النفط والثروات والذهب ديال بلاد الرافضين، وخرجوا قالوا احقا الاستخبارات الامريكيه دارت غلط كبير، حيت من بعد تبين ان العراق ما عندهاش هاد الاسلحه ديال الدمار الشامل، وفعلا تم تاكيد هادشي، كلشي كان كذوب من امريكا باش تخلي العالم يدعمها باش تشفر العراق، وللاسف الطائرات والدبابات اللي دمروا العراق حطوا في ارض العرب، ونفس الشيء كيوقع مع خوتنا تما، كلشي كيشوف الظلم وجالسين كيتفرج. راه عباد الله داز عام على البدايه ديال هاد الاحداث وولينا متعودين على داكشي اللي طرا تما، وهذه هي الكارثه العظمى. نسينا ريوسنا، نسينا القضيه ديال الامه، وهي ماشي قضيه المسلمين فقط، هي قضيه الانسانيه. الا كنتي بني ادم غادي تحرك فيك شي حاجه. نسينا كذلك الحديث ديال الرسول محمد عليه الصلاه والسلام، الرسول كيقول في واحد الحديث: من راى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيما يخص زياش، انا زياش يقدر يقول اللي بغا، وحنا كاملين عندنا نفس الراي، وكاملين ما مستحملينش الظلم اللي كيتعرضوا ليه الفلسطينيين، ولكن باش تقول دعم، الدعم عنده شروط، الدعم عنده شروط، الدعم خاص يكونوا فيه امدادات، يعني خاص يكون هناك دعم نفسي، ولا دفاع عن الكيان في الامم المتحده، ولا دعم مالي، ولا دعم بالسلاح، حتى شي حاجه من هادشي ما كاينه. نتكلموا على خنوع، نتكلموا على تكاسل، نتكلموا على موقف سلبي. ملي كنتكلموا على الحكومه المغربيه، اما الملك فهو رئيس لجنه القدس، والمساعدات راه وصلوا للناس اللي في غزه. نقدروا نتكلموا على تكاسل، نقدروا نتكلموا على سلبيه، ولكن انا نتحدى زياش وغيره من هاد الناس اللي كيهضروا فين هي الدوله العربيه هذه اللي مشات مثلا تحارب مع فلسطين، ولا عطات امدادات ديال السلاح للفلسطينيين.